يسعد لي صباحك سيد وائل. هلا. معك زكريا فحام ايام اف ام. اهلا زكريا، يا هلا، كيفك حبيبي؟ حبيب تمام. قلبي حبيبي، طمني عنك. على راسي والله، شو اخبارك؟ الحمد لله. اول شيء بدي لك مبروك على لوك الجديد. شو ولعاني الدنيا ولعاني. بهدلونا ايه. هلا في ناس حبوا وفي ناس ما حبوا. يا خيي، يا خيي ما انتبه. انا بتعرف شو الغلطة اللي عملها انا؟ عملت الصورة انستغرام. هاي هي الغلطة، هي الصورة رائعة، بس عملت لها الالوان بشعة، فشافوها كثير كثير هيك. يعني اذا بدك مش واضحه، الريزوليوشن تبعها كثير ضعيف. ايه، منا حلوة. تبعت لي الصوره المضبوطه لاكتب عنها. تقول للناس، توضح للناس يعني، واللي شافوا واللي انتقدوا. بس هيك بس ايه مان. ايه في زلمه بصوره بينزل عليه 20 25 الف كومنت يا زلمه بصوره. اعوذ بتعرف ليه؟ لانه اللي بيشوفك ما بيعرفك انه هيدا انت. لو ما انت خبرت الناس يعني ليونات وسكسوكي ويعني كثير مختلف كومبليتلي. طالع حقيقة انا حبيت يعني، بالعكس ما بعرف ليش العالم ما حبت. المحب بيحبوه دائما للفنان جان يعني، ونحن بعدنا جان، بس انه هالشعبين الشايبين ما بيأثر يعني. ليك طالع تشبه هادي حجار تبع الام بي سي على فكره صديقي. على فكره بتعرف شو، يمكن الناس ما حبت لانه الصوره الريزوليوشن تبعها كثير ضعيف ومنه واضحه. برافو عليك، ريزوليوشن ضعيف. بنفس الوقت كمان الشغله الثانيه اللونات يمكن هيك جاي. واللينات ما حلوه على فكره، يا ريتك شلتها. تبعت لي الصوره المضبوطه. حلوه بس انا مقرب الصوره كثير، عرفت؟ كثير. طب انت عملت صور جداد ويكونوا واضحين وبعت لي اياهم تكتب عنهم الموضوع. لا لك عادي. لا للناس تفهم انه الصوره مبعوثه انستغرام وكذا، عرفت؟ بس انا على كل الاحوال بدي اهنيك على انه 25,000 لايك، يعني بعد ما سبق حل عليها بالتاريخ. مش مزح شيء. انا انهبلت. شو وصلت ل 25,000 هلا يعني انت عارف قديش انا الفيسبوك تبعولي قد ايه عندي فانز على الفيسبوك؟ ايه ما شاء الله. يعني ليك بدي اسالك سؤال. انت رح يصيروا 5 مليون، عرفت؟ ايه لا الحمد لله. يعني وائل انت بالنهايه عندك جمهور كثير كبير يعني، وانا بالنسبه لل5 مليون بلاقي 25,000 بعدهم قليل كلايك، يعني المفروض يكونوا اكثر. 100% 5 مليون. 100%. طالبوك بالتغيير والعوده الى اللوك القديم. ايه شو قلت لهم؟ شو حتعمل؟ انا بعثت لهم انه تكرم عينكم يعني. انا بالنهايه يعني الناس شو بتحب فيلم بدنا نعمل لهم. صحيح صح. هن بالنهايه انا اكيد عندي رايي، ولكن رايي بهمني كمان. صح، بدك ترضي جمهورك بالنهايه. 100%. مو غلط اللي عملته يعني. الصوره هي كانت الغلط، بس اللوك ما كان غلط. في ناس تعلقت انه اللوك هيدا قديم. بس بحب اقول لهم انه انا ما عم بقول انه اللوك قديم ولا جديد. انا عم بقول انه اللوك جديد عليك انت، عليك وعلى اللي يحبوك كمان، على الفانز تبعولك كمان جديد عليهم. 100%. بس انا بدي لك شغله، انه اللي عملته يمكن صب لمصلحتك ايجابيا بالنسبه للبروباغندا اللي كانت غير مقصوده اكيد، يعني انا بعرف. واللي انت عملته يصب ايضا في يعني احترام منك، انك انت احترمت هالجمهور وسالته يعني انه شو رايكم. فهذا شيء كثير رائع يعني من وجه صار. حبيبي وائل، نحن عرفنا انه حتى تطرح البوم ديني ثاني لإلك يعني اسمه النبي فرحان خلال فترة عيد الأضحى، وبضم 10 أغاني كتبها الشاعر نبيل خلف والحان وليد سعد وتوزيع أسامة الهندي وعادل عايش. خبرنا شوي عنه. هذا الالبوم مثل ما قلت بالاضحى المبارك ان شاء الله حيكون بعنوان النبي فرحان.
وحيكون ثاني ألبوم ديني نظرا للطلب كثير كثير نعم ولنجاح الألبوم الأول لحضرة محبوب. نعم فحبينا نكرم الناس بألبوم ديني كثر خير الله يلاقي نفس الإقبال نفس حلو. بدي استوقف شوي هون عن انه اهتمامك بالالبومات الدينيه، هل هي اذا بدك نابعه من ايمان داخلي لوائل جسار، ام هي بمجرد لارضاء الجمهور، ام شو الهدف الاساسي؟ لانه اكثر شخص يمكن فنان اهتم بهذا الموضوع وخاصه نجح، يعني نجح بقوه، مش انه نجح هيك نجاح عادي يعني. أكيد إيمان داخلي. هذا مليار بالمية. وبنفس الوقت يعني إذا بدك رسالة ثانية لمشتت الجمهور العربي جمهور العالم حتى نرجع الدين الإسلامي ودين الإسلام. نحن عم نوجهها مش مع بعض نفتكر إنه دين الإرهاب دين الإسلام لا محبة دين الإسلام ودين العطاء. عم تقطش ايه معنا على البحر بس. كيف الطقس عندك؟ مجنن برود. عم تقطش مع سكسوكي ولا بدون سكسوكي؟ لا بلا سكسوكي. ليك بس شرفك عقدتك الخبرية انه هالكومنتات القوية ولا كذا، عقدتك هيك ولا؟ لا يا مان لا بالعكس يعني رح ارجع اعملها مرة ثانية هيك لراسي. ايه عكل حال انت جميل من الداخل ومن الخارج يعني. نعم مش مشكلة. طيب وائل مش حطول عليك لانه عم تسبح والامواج بلش تطلع من التليفون من عندي والارسال بلش هيك يضعف، اكيد حيكون لنا لقاء خاص مع حضرتك مباشرة، ونحن انت بتعرف قديش نحن بنحبك ونتمنى لك كل التوفيق من قلبنا. تسلم يا حبيبي. ثانك يو. حبيبي في شيء غير ديني وائل؟ لا هذا في سفر. نعم على امريكا وكندا عندي تور. امريكا وكندا. نعم وعندي كمان اعراض في مصر. نعم عرفين. نعم. وهيك ختاما بمناسبة عيد الأضحى المبارك شو بتحب تقول لكل العالم؟ يحكونا باليمن عم يحكونا نعم. يعيد الكل بمناسبة عيد الأضحى وإن شاء الله تكون سنة خير على الجميع وهيك تعطينا الأمل بكرة ويعم السلام في كل الوطن العربي. نعم. تحية ختامية من أسرة أيام أف أم بالأردن، وأيضا طبعا أكيد من أسرة خبر عاجل اللي بحبوك كثير، بنقول لك الله يوفقك يا رب وانتبه على حالك بتاع الصباح. حبيبي بدي أشكر أيام أف أم وبدي أشكر خبر عاجل ويعطيكم ألف عافية عم تضوعوا على القضاء. حبيبي ثانك يو كثير لك. جود لك. الله معك. باي باي.